السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة الشيف خالد مافيا، وفيديو جديد كالعادة. اتكلمنا قبل كده عن الهجرة الغير شرعية وأضرار الهجرة الغير شرعية، وحاليا بنقول إن مفيش أصلا لجوء في أي دولة. حتى إيطاليا وقفت تعمل ورق، واليونان كمان أصبح عندها رفض وعدم لجوء منعا باتا. وحتى لو أنت قدمت على لجوء وكده بتاخد لك 4-5 شهور في الكامب، وبعد كده بيتم رفض اللجوء بتاعك. ودلوقتي بقى تتسجن 100 يوم، وبعد ال100 يوم دول ممكن برضو تترفض اللجوء بتاعك، وفي نفس الوقت يا اما تترحل بلدك يا اما تتسجن. حل من الاتنين، يا ترحل بلدك يا اما تتسجن. النهارده هنتكلم كده معلومه بسيطه وسريعه عن المكاتب السفر اللي في مصر. بنسبه 70-80% من المكاتب الا ما رحم ربي، في مكاتب مش كويسه وفي مكاتب نصابين بصوره عامه. يعني نتكلم بصوره عامه. في واحد بعت لي على حساب الواتس بتاعي، قال لي انا طالع مع مكتب، والمكتب دوت بعت لي صوره العقد. فصورة العقد دي احنا هنسيبها لك في اول تعليق، انت هتخش تشوفها بنفسك، سواء العقد المضروب او العقد الاصلي. هنحط صورة العقدين، العقد المضروب والعقد الاصلي. فلما تواصلت مع واحد مكتب مضمون 100%، راجل كويس جدا محترم اللي انا مسافر معاه، بصراحة قال لي العقد دوت ناقصه حاجات كتير عشان يكون اصلي ومضمون 100%، ولكن بعت لي صورة العقد اللي هو الاصلي. بتكلم بصفة عامة على دولة قبرص اليونانية. العقود اللي بتيجي من قبرص اليونانية بتجيلك على السفارة أو على القنصلية القبرصية في الزمالك، شارع محمد مظهر، على القنصلية ذات نفسها. التأشيرة بتجيلك هناك، أو العقودات المفروض هي بتكون هناك في السفارة دي. تمام، دي نقطة. النقطة التانية، العقد مش مظبوط بنسبة 90%، عقد مضروب خالص هو، لكن هو موثق خارجية، عليه ختمين نسر، تمام، وعليه ختم وزارة الخارجية. الله اعلم الاختام ديت مضروبه او الاختام دي اصلي، ولكن احنا حبينا نوضح لكم صوره العقود او صوره المكاتب اللي بيكون في مصر بنسبه 90%. لو انت اتنصب عليك خش لنا في الكومنتات ان نضحك عليك ولا لا، وهل انت طلعت مع مكتب كويس ولا لا. تقدر نفيد بعض ونفيد الناس اللي هي نفسها في فرصه سفر. اللي سافر عن مكتب مضمون يكتب في الكومنتات، واللي سافر عن مكتب مش كويس يحذر الناس منه. ولكن انا حبيت برضو اطلع اوضح رساله. هنسيب لك صوره العقد دوت اصلا ورقه واحده وش وظهر، ورقه مكتوب فيها عربي في ناحيه، والناحيه التانية مكتوب فيها العربي اللي هو مكتوب الناحيه دي دوت، مكتوب الناحيه التانية مترجم انجليزي. وفي ظهر الورقه من ورا عليها ختمين 2 أو 3 فقط، وزارة الخارجية. تمام، ومكتوب كام كلمة كده من فوق. مفيش الطرفين اللي هم اصلا المفروض ان هم يمضوا على الورقة تحت الاختام ديت، ما همش ماضيين او ما همش كاتبين اسمائهم. المفروض مع الاختام دي، على الكلام اللي انا عرفته من صاحب المكتب، قال لي المفروض ان الطرفين بيكون اسمائهم مكتوبة هما الاتنين، وبيكون عليهم الختم بتاع وزارة الخارجية او ختم التصديق. تمام، وبعت لي صورة العقد الأصلي اللي هو بيجي من قبرص، وهنسيب لك الأصلي والمضروب في الكومنتات، هتخش تقول بنفسك. وزي ما قلنا لو احتجت أي حاجة هسيب لك رقم الواتس بتاعي، تقدر تتواصل معايا من خلال رسائل الواتس. السلام عليكم.